الناس كتير بتسأل زرعة الأسنان ممكن تفشل؟ طبعا زرعة الأسنان ممكن تفشل. في عندنا أسباب واضحة لفشل زراعة الأسنان، وفي عندنا ما نقدرش نقول عليها أسباب، ولكن تفشل زراعة الأسنان من غير سبب. إيه هي اللي يؤدي لفشل زراعة الأسنان؟ لما يكون في عندنا أمراض عضوية زي الضغط والسكر ما يكونش عندنا كنترول عليها، لما يكون عندنا فيه تدخين وما يكونش فيه توقف للتدخين في فترة عمل الزراعة، وما يكونش عندنا فيه اهتمام بصحة الفم بالذات في الفترة الخاصة بالزراعة، أو يكون في عندنا حصل نوع من الالتهابات أو التلوث في منطقة الجرح بعد عملية زراعة الأسنان. غير الأسباب الواضحة اللي ممكن تؤدي لزراعة الأسنان، ممكن نتلاشى كل هذه الأسباب برضو يحصل عندنا فشل لزراعة الأسنان من غير سبب، ولكن دي نسبة حدوثها بتحصل من 2-3% بحد أقصى. ممكن يكون السبب الطبيب أو العيادة في فشل زراعة الأسنان، وده كالآتي: إن الطبيب نفسه يكون فيه بنسميها الدايركشن أو اتجاه وضع الزرعة ما يكونش مظبوط بشكل كافي، ويكون القوة في وضع الزرعة أو التورك اللي بنعمله على الزرعة يكون كبير، وطبعا ده هيؤدي لفشل الزراعة مستقبلا. وممكن يكون السبب كمان العيادة، وده عن طريق ان ما يكونش فيه اهتمام بالتعقيم الخاص بأدوات المستخدمة في عملية الزراعة.